أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. قد رجع قريبا أحد الإخوة بعد تخرجه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم بدأ أن يشارك في ميدان الدعوة من الدروس والمحاضرات. والمشكلة أنه عندما كان في الجامعة كان يتكلم في بعض إخواننا السلفيين في أمريكا وبريطانيا، خصوصا الإخوة في مكتبة السلفية ببرمنغهام، ويرميهم وغيرهم من الإخوة بالغلو والتطرف في باب نقد الرجال والطوائف الغرب. وكذلك هو كان مع جماعة في المدينة الذين اتخذوا موقفا ضد المكتبة وأعلنوا مثل هذه الأشياء على الإنترنت في موقع يسمى مدينة.com. فلما لاحظنا كلامه في إخواننا الذين لا نعرف عنهم إلا الخير ونشر السنة في الغرب ورجوع للعلماء، اتخذنا موقفا ألا نتعاون معه في الدروس والمحاضرات حتى يتوقف عن كلامه ويصلح ما سبق منه. هذا مع العلم بأننا ما حذرنا منه وما تكلمنا فيه على الملأ. فالسؤال يا شيخ، ما صحة هذا الموقف من الإخوة، وماذا تنصحون أبناءكم من الدعاة في الغرب في هذه المسألة؟ أقول هؤلاء الذين سأل عنهم السائل أنا أعرفهم وأعرف مشكلتهم، وعلى الخبير سقطتم. وإخواننا في المكتبة السلفية في برمنغهام أعرفهم تماما، أعرفهم من أكثر من 13 سنة أو 14 سنة، الآن السنة 15 تقريبا، وأنا أعرفهم وأعرف صحة طريقهم ومنهجهم الذي هم عليه. وهؤلاء الذين ذكرت أعرف بعضهم كان عندنا في المدينة، وليسوا هم في هذا الباب بشيء بجوار إخواننا في المكتبة السلفية. فلإخواننا في المكتبة السلفية في برمنغهام من الجهود الصادقة والأعمال الطيبة الخيرة والمساعي المشكورة المبرورة في إيصال الدعوة السلفية الحقة الصحيحة إلى الناس في جميع أنحاء الغرب ما يشكر لهم ويذكر لهم بخير، فجزاهم الله خيرا. وخصوصا الإخوة عبد الواحد أبو خديجة وداود بربنك، وكذا الأخ بلال أبو حكيم وغيره من الإخوة معهم السلفيين المتعاونين معهم في المكتبة السلفية، ممن لا يعني قد نسيت أسماء بعضهم الآن. وأما هؤلاء الذين ذكرت فقد أخطأوا في هذا غاية الخطأ، وقد ذكرت لبعضهم حينما كانوا عندنا، وقد وجهت بعضهم أيضا وبينت لهم في ذلك، ولكنهم أبوا أن يقبلوا. فمثل هؤلاء إذا لم يرعوا وإذا لم يرجعوا فإنه لا ينبغي أن يقدموا للناس. وأما المكتبة السلفية وكلامها في الرجال أو طعنهم في الرجال في الغرب، فأنا لا أعلم عنهم إلا خيرا في هذا الجانب، بل هم يسألوننا عن كل من يعرفون هناك، فمن عرفناه نحن أجبنا، ومن لم نعرفه طلبنا منهم الوثائق عنه من صوته يترجم إذا لم يكن باللغة العربية، أو من كتاباته ويترجم إذا لم يكن باللغة العربية، وإذا كان باللغة العربية رفعوه إلينا بصوته، وهكذا. فنحن نقضي ونفتي على نحو ما نسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو مما أسمعه، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء الذين يرمون الإخوة بالتشدد والغلو والتطرف هم في الحقيقة مخطئون، وبعضهم أقولها بكل صدق كاذبون معتدون. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لمن أخطأ، ونسأل الله جل وعلا أيضا الهداية لمن كذب واعتدى، وأن يعيده إلى جادة الحق والصواب، وإلا فيريحنا ويريح المسلمين من شره، إنه جواد كريم. وأما ما يتعلق بنقد الرجال في الغرب أو الشرق، فإن النقد منهج شرعي به حمية السنة، وبه حفظ الدين، وبه حمية العقيدة، وبه عرف أهل السنة من أهل البدعة، فيطلب على أهل السنة وتتبع طريقهم، ويحذر أهل البدعة ولا يطلب عليهم وتحذر طريقتهم. ومن أنكر هذا فهو مخالف لما عليه السلف الصالح في هذا الباب، وهذه كتب السلف موجودة. والنقد منهج شرعي، والنقد للرجال والطوائف والجماعات من النصيحة لدين الله تبارك وتعالى، فلا بد من بيان هذا، فإن هذا من النصيحة للناس حتى لا يضلوا
في هذا الباب، وهو مبسوط في مواضعه قد بينه علماء السنة والحديث، وأئمة الحديث هم أئمة هذا الشأن، وإن رغمت أنوف، وإن أبى بعض الناس الآن وبدأ يتنصل، فأئمة الحديث هم علماء هذا الفن وهم فرسان هذا الميدان، والناس يرجعون إليهم، والمعول في هذا الباب في الكلام عليهم. وموقفكم هذا موقف صحيح، فإذا لم يرجع هؤلاء ولم يتوبوا فلا يقدموا للناس ولا يتعاون معهم، بل يحذر منهم. أنا أقول زيادة فوق ذلك، يحذر منهم حتى يحذرهم الناس، لأنهم إن لم يحذرهم الناس وقعوا في فخاخهم فضلوا بسببهم. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.